يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. انتبهي معي أيتها الأخت الكريمة. السلفية أيها الأفاضل ليست حزبا وليست جماعة وليست عصبية، إنما السلفية منهج قرآني ونبوي بفهم الصحابة، على رأسه رسول الله القائل لفاطمة وهو على فراش الموت: فأنا لك خير سلف. فسيد السلف وخير السلف هو رسول الله. هل يجب أن أقول إنني سلفي حتى أتبع السلف الصالح؟ الدعوة السلفية ودعاة الدعوة السلفية هم الذين يذبون البدع ويدافعون عن السنة ويرفعون راية السنة. نعم، نحن نتبع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعوة السلفية معناها نحن نفهم الإسلام بفهم الصحابة ونعتقد اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم. أما قول القائل إنه يجب على كل مسلم أن يقول أنا سلفي فهذا ليس بواجب وقول لا يصح. الحمد لله منن باعث الرسل هدى بأحمد منا أحمد السبل. قد ينتسب البعض إلى هذا المنهج الرباني والنبوي ويكون متصفا بهذه الصفات التي يسيء بها إلى هذا المنهج الرباني والنبوي. هذه قضية خطيرة أيها الأحبة. السلفية ليست انغلاقا، السلفية ليست احتقارا ولا تطرفا ولا إرهابا ولا رجعية. ليس من حقي ولا من حق أي أحد ينتسب إلى هذا المنهج أن يجعل من نفسه وصيا على هذا المنهج. نحن لا نعبد الرجال ولا نعبد العلماء ولا نعبد الأشخاص ولا نعبد الشيوخ، بل نعبد الله وحده بلا منازع ولا شريك. أما الشعارات التي تولد عصبيات جاهلية فليس لها مستند لا في الكتاب ولا في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أن الأمة سوف تفترق إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم الجماعة. كلمة الجماعة كلمة مجملة محتاجة البيان، فيفسر في الرواية الأخرى قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدي جماعة الصحابة. لماذا هذه المسميات؟ قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل. قال عليه الصلاة والسلام تسموا بما سماكم الله به وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. ثم إن كانت هذه التسمية تورث عصبية كقول قال أنا سلف، والثالث يقول أنا إخوان مسلمين، والرابع يقول أنا أنصار سنة، والخامس يقول أنا جمعية شرعية، مسميات تفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما هذا التفرق؟ ولما هذه الفرق؟ ولما هذه الجماعات؟ يا أحبابي يا إخواني، هذا ديننا، هذا ديننا وهذا معتقدنا. قال الله كذا وقال الرسول كذا وقال السلف الصالح رضوان الله عليهم كذا وكذا. هذا شرف، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا الانتساب إليه والعمل به، وأن يطهرنا من كل ما يعيبه وما يسيء إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإسلامي بنبي الله وقرآني، أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني، بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني، بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني.